في واحدة من أقوى لحظات برنامج ذا فويس ظهرت متسابقة خطفت الأنظار من أول ثانية، مش بس صوتها لكن بإحساسها اللي وصل لكل حد بيسمعها. وأول ما بدأت تغني القاعة كلها سكتت. صوت ناعم لكن قوي فيه صدق غريب يخلي أي حد يحس بالكلام قبل ما يفهمه. ولجنة التحكيم بدأت تبص لبعض وكل واحد فيهم حس إن فيه موهبة مش عادية واقفة على المسرح. ومن بين اللحظات اللي محدش ينساها إن الفنان الشامي ما قدرش يقاوم الإحساس اللي وصل ليه وقام من مكانه وبدون تردد طلع على المسرح وقرر يغني معاها. تخيلوا المشهد، الصوتين بيكملوا بعض انسجام غريب وكأنهم متدربين مع بعض من سنين. والجمهور بقى في حالة هستيريا، تصفيق وصراخ، والكل كان واقف مبهور باللي بيحصل قدامهم. والشامي وهو بيغني معاه كان وضع عليه التأثر، بيبص ليها بإعجاب كبير وكأنه لقى الصوت اللي بيدور عليه. وفي لحظة مؤثرة قال ليها انت مش بس صوت حلو، انت احساس نادر. باقي لجنة التحكيم كمان كانت مش مصدقة، وتعليقات كلها إشادة، وكل واحد فيهم بيحاول يقنعها تنضم لفريقه. لكن اللحظة دي كانت مختلفة، لكن المتسابقة قدرت تعمل حاجة مش سهلة، خلت فنان كبير زي الشام يشاركها الغناء على المسرح. والمشهد ده ما كانش مجرد أداء، دي كانت لحظة فن حقيقية أثبتت إن الصوت الصادق بيوصل من غير أي مجهود. وفي النهاية المتسابقة وقفت محتارة تختار مين، لكن من المؤكد إن اللحظة دي هتفضل علامة في مشوارها، ويمكن تكون بداية لنجومية كبيرة جاية في الطريق.